صباح الخير طلاب. طلاب أكو شي؟ صباح النور. صباح النور دكتورة. ايه أهلا وسهلا. هلا وين؟ نبلش إن شاء الله لو بعد تحضرون جماعتكم. دكتورة، قاعد ندخل. المحاضرة هاي الثانية عندكم أخذتوها من الكلاس؟ طلاب هاي عندكم هاي المحاضرة ماخذيها؟ اي نعم دكتور، اخذناها، موجودة بالكلاس. نعم.
يلا طلاب خلينا نبلش محاضرة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب المحاضرة السابقة قرأتوها أهمية immunity. السلام عليكم دكتورة. عليكم السلام. دكتورة بس صوتك كلش ناقص كلش. طلاب المحاضرة الأولى قرأتوها؟ صوت واضح طلاب؟ نعم دكتورة واضح. احنا بالمحاضرة السابقة طلاب أخذنا النيت immunity والخلايا المناعية التابعة للنيت immunity وأخذنا وظيفتها منشأ هاي الخلايا. اليوم إن شاء الله راح نكمل وياكم، راح ناخذ الادابتيف immune system، الجهاز المناعي التكيفي. النوع الثاني من النظام المناعي اللي هو الادابتيف. هذا طبعا الادابتيف طلاب immune system راح يصنع الانتي بودي، يصنع انتي بودي حتى يواجه ويقضي على الباثوجين او اني انتيجين. المناعة التكيفية كذلك نسميها acquired. هاي acquired يعني المناعة المكتسبة. الادابتيف immunity او الاكوايرد immunity راح تتكون من الليمفوسايت، الخلايا اللمفاويه، وكذلك راح تحتوي على السكريتد فاكتورز، عوامل افرازيه مثل عندنا السيتوكينات. هاي السيتوكينات وظيفتها تنشط الخلايا اللمفاويه حتى تقوم المناعه بعملها. اذا هاي المناعه الادابتيف هي راح تكون احنا قلناها سبيسيفيك، وكذلك نسميها اكوايرد. كذلك هنا راح تحتوي على الخلايا اللمفاويه وعلى السكريتد فاكتورز اللي هي السيتوكينات. واضحه طلاب؟ الصوت واضح؟ نعم دكتورة واضح. هسه شنو فرق الانيت اللي اخذناها ذيك المحاضره عن الادابتيف مال اليوم؟ شنو الفرق بين الانيت والادابتيف؟ النيت تكون استجابة سريعة وغير متخصصة، الأدابتيف استجابة بطيئة ولكن متخصصة. زين، هاي ليش الاستجابه تكون بطيئه؟ لأن إنتاج الأنتي بودي يحتاج وقت. نعم ممتاز. طلاب هذا السلايد الثاني ايش راح يوضح لنا؟ هنا مثل ما ذكرنا سابقا النظام المناعي له القابليه على التعرف، مثل ما قلت لكم التعرف او يميز ما بين السيلف انتيجين من النون سيلف انتيجين. هذا التمييز عن طريق شنو راح يكون؟ راح هنا طبعا عندنا هيومن لوكوسايت انتيجين. هاي هيومن لوكوسايت انتيجين اللي هي نسميها بالاتش ال اي. هذين مستغذات كريات الدم البيض البشريه. هاي مجموعه من الجزيئات او المستغذات او بروتينات سطحيه، جزيئات التعرف موجوده على سطح جميع الخلايا، يعني بخلايا جسمنا اكو فد بروتينات سطحيه او جزيئات التعريف نسميها بالاتش ال اي، وتكون هاي فريده لكل شخص، يعني كل شخص يختلف عن الشخص الثاني بالاتش ال اي. هاي كذلك نسميها بمعقد التوافق النسجي. معقد التوافق النسجي Major Histocompatibility Complex اللي هو الام اتش سي. يعني اما تسمى بالاتش ال اي او الام اتش سي. معنى ام اتش سي. هذا طبعا جزء مهم بالجهاز المناعي، هو راح يتحكم من خلال طبعا جينات هنا على كروموسوم رقم 6. هاي الجزيئات التعريف الام اتش سي تميز ما بين السيلف والنون سيلف انتيجين. يعني هسه التمييز احنا قلنا النظام المناعي راح يميز ما بين السيلف والنون سيلف انتيجين عن طريق منو؟ هذا راح يكون عن طريق هذا الاتش ال اي اللي هو نفسه الام اتش سي. واضحه طلاب؟ هذا الام اتش سي يعني بشكل عام مسمى عام، الاتش ال اي يعني مسمى خاص فقط بالبشر. كذلك احنا عندنا طبعا يعني بكل الحيوانات الفقريه راح يكون موجود هذا الام اتش سي. يعني مثلا عندنا بالسواين بالخنازير يكون اسمه اس ال اي، مثلا بالابقار البوفاين يكون اسمه مثلا بي او ال اي، بالفئران بالرات راح نسميه ار تي 1، يعني بالانسان نسميه اتش ال اي. فهذا هو الام اتش سي معقد التوافق النسجي، بالانسان يسمى بالاتش ال اي، هو المسؤول على التعرف ما يعني يعرف لي هذا سيلف انتيجين من النون سيلف انتيجين. واضحه طلاب؟ اعيدها. طلاب يعني اذا اسالكم سؤال شلون نفرق ما بين السيلف والنون سيلف انتيجين؟
شلون راح نعرف؟ عن دكتورة طريق عن منو؟ طريق الأنسة. اوكي، اللي هو شو اسمه المسمى العام له هو الام اتش سي. بالانسان سموه مستردات كريات الدم البيض البشريه اللي هي هذا الاتش ال اي. فهي مجموعه من جزيئات التعريف او بروتينات سطحيه موجوده بجميع خلايا الجسم، هي اللي راح تميز السيل من النون سيل. يعني هي تقوم بتنظيم الجهاز المناعي بالجسم. واضحه طلاب؟ واضح دكتور. فمثل ما قلت لكم هذا يعني الام اتش سي هو معقد التوافق النسجي، راح يساعد الجهاز المناعي على التعرف على المواد الغريبه. هذا الام اتش سي راح يكون موجود بجميع الفقريات، جميع الفقريات راح يكون موجود. بالبشر يسمى الاتش ال اي، مثل ما ذكرت لكم. بالخنازير له فد تسميه، بالابقار له تسميه، بالفئران له تسميه، كل واحد ورمزه، بس هو كله هو معقد توافق النسجي اللي هو الام اتش سي، هو اللي راح يميز ما بين السيل والنون سيل انتيجين. طلاب هنا عندنا الهيومرال، المناعه الخلطيه. الهيومرال هاي متمثله بمن انتاج الانتيبودي. انتاج الانتيبودي، هذا الانتيبودي راح يفرز من خلايا البي سيل. البي سيل هي راح تتحول للبلازما سيل حتى تكون وتصنع هذا الانتيبودي، حتى يتفاعل مع سبيسيفيك انتيجين. فهنا عندنا الهيومرال هي راح تكون مصنع للانتيبودي. هسه راح نشوف هنا عندنا الاوريجين اوف ليمفوسايت، يعني اصل الخلايا اللمفاويه، منين اصلها؟ منين جايه هاي الخلايا اللمفاويه؟ جميع كريات الدم البيض الوايت بي سي طلاب، والار بي سي كريات الدم الحمر، اصلها هي من الستيم سيل، الخلايا الجذعيه اللي تكون موجوده بكبد الجنين. وها طبعا يعني بالحياه الجنينيه للجنين راح يكون موجوده بالكبد، تنشئها الكبد، بينما بعد الولاده راح يكون نخاع العظم هو منشأ هاي الخلايا اللمفاويه او كريات الدم البيض او الحمر. الخلايا الجذعيه طلاب هي يعني ستيم سيل، هي مواد يعني تكون موجوده بالجسم، تتولد منها باقي الخلايا، يعني هي شلون نعتبرها فد ماده خام بالجسم حتى تتولد من عندها باقي الخلايا اللي راح تتخصص كل وحده بوظيفتها. هسه واضحه؟ يعني هي خلايا تتمايز الى خلايا متخصصه. واضحه طلاب؟ نعم دكتورة واضحة. يعني اصل خلايا كرات الدم البيض ولا كرات الدم الحمر وحتى الخلايا اللمفاويه هي اصلها هي من نخاع العظم. نخاع العظم ما راح يكون موجود، او الستيم سيل يكون هذا الخلايا الجذعيه تكون موجوده بكبد الجنين، موجوده بنخاع العظم بعد الولاده. بس يعني الجنين بالحياه الجنينيه راح يكون موجود بالكبد، يصنع الكبد. بعد الولاده راح يصنع نخاع العظم. هي هاي الخلايا الجذعيه اللي بعدين راح تتمايز الى خلايا متخصصه. هنا عندنا النوع اللي هي هنا طبعا عندنا الليمفويد بروجينيتر، يعني مولدات الخلايا اللمفاويه، مولدات الخلايا اللمفاويه. هاي هي اللي راح تؤدي الى ظهور خلايا لمفاويه بالجهاز المناعي التكيفي، يعني هي اللي هاي راح تكون لي البي سيل والتي سيل. كذلك راح يكون لي الناتشرال كيلر اللي هو راح يكون تابع للانيت. اذا تتذكرون بالمحاضره الاولى قلنا الليمفويد بروجينيتر راح يولد لي البي سيل والتي سيل بالادابتيف، تابعه للادابتيف، وراح يكون لي الناتشرال كيلر اللي هي تابعه للانيت. اذا تتذكروها هاي خلايا، يعني هنا راح يؤدي الى ظهور خلايا لمفاويه بالجهاز المناعي التكيفي. مولدات الخلايا اللمفاويه راح تكون لي البي سيل والتي سيل اللي تابعه للادابتر، وكذلك راح يكون لي الناتشرال كيلر اللي هو تابع قلنا للانيت. فلذلك قلت لكم اذا تتذكرون عندنا رسم كان بالمحاضره الاولى الناتشرال كيلر هو نفس منشأ التي سيل والبي سيل، بس ليش خلينا يعني صنفناه ويا جماعه الانيت؟ سؤال سالت لكم اياه بوقتها. لأن استجابته تكون سريعة. بالضبط، استجابته تكون اسرع، فصنفوه من جماعه ويا جماعه الانيت اميونيتي، بس هو نفس المنشأ ويا جماعه التي سيل والبي سيل، نفس المنشأ. طلاب هنا عندنا الادابتيف اميونيتي، عندنا التي سيل ميديات اميونيتي. احنا الادابتيف مثل ما تعرفون قسمناها الى يعني خلايا خلويه تي سيل ميديات اميونيتي، وهيومرال اللي هي الخلطيه. راح نشوف هنا عندنا التي سيل ميديات اميونيتي
المناعه الخلويه التكيفيه. هاي بمن متمثله؟ هنا ما راح يكون لي انتي بودي، هنا متمثله بالخلايا التائيه. الخلايا التائيه هي التابعه ضمن التي سيل ميديت اميونيتي اللي تابعه للادابتيف. هاي المناعه الاستجابه مالتها ما راح تكون لي انتي بودي. هنا راح يكون تنشيط للخلايا البلعميه. طلاب انتبهوا هنا وياي، عندنا مصطلح اسمه نايف تي سيل. نايف تي سيل، شنو هذا النايف تي سيل؟ هاي خلايا غير ناضجه، يعني لم بعدها ما تواجه انتيجين، بعدها ما متحوله مثلا الى افكتر حتى تواجه انتيجين. فالخلايا الغير الناضجه اسميها نايف تي سيل، هي خلايا غير ناضجه، يعني شنو؟ ما واجهت انتيجين، ما راح ترتبط بعدها ويا انتيجين. هاي الخلايا النايف راح تتحول الى خلايا افكتر، تتحول الى خلايا افكتر. النايف راح تتحول الى خلايا، هنا عندنا افكتر فعاله اكتف تي سيل. بعد يا شباب بعد التعرض للانتيجين تتحول، يعني بالحاله الطبيعيه هي تبقى نايف تي سيل، اذا يتعرض الجسم الى انتيجين مباشره هاي النايف تي سيل راح تتحول الى افكتر تي سيل بعد التعرف او يعني تتعرض الى الانتيجين. زين، في حاله مثلا عندنا هذا الانتيجين مرات يصير هنا عندنا خلايا اللي هي الخلايا المهيئه او المقدمه للمستغد. عرفوها من هي الخلايا المقدمه للمستغد؟ انتيجين بريزنتنج سيل، هي الماكروفاج قلت لكم اياها بالمحاضره الاولى، والدنترايتك سيل. هاي الخلايا تقدم المستغد. لمن تقدمها هاي الخلايا؟ تقدمها للتي سيل، تقدمها للتي سيل. اذا قدمتها للتي سيل هنا فراح يتحول من النايف تي سيل الى الافكتر تي سيل حتى يقوم بعمله. واضحه طلاب؟ اعيدها؟ نعم دكتورة عيديها. هنا النايف تي سيل، انتبهوا وياي، هاي النايف تي سيل هي يعني الخلايا الغير الناضجه. هاي شو وقت تكون خلايا ناضجه وتكون افكتر او اكتف فعاله؟ من يتعرض الجسم الى انتيجين، ومباشره هاي النايف تي سيل راح تتحول الى افكتر تي سيل من يتعرض الجسم الى انتيجين، او من هاي الماكروفاج او الدنترايتك سيل، الخلايا الشجيريه او الخلايا البلعميه اللي هن تابعات الى الخلايا المهيئه او المقدمه للمستغد. هاي راح تقدم الانتيجين للخلايا التائيه، فهنا طبعا راح يتحول النايف اللي هو راح يكون غير ناضجه راح يتحول الى افكتر ناضجه حتى يقوم بعمله. هسه واضحه طلاب؟ نعم دكتورة. هسه اعيد لكم اياه، عندنا رسم اوضحها بصوره اكثر. هنا هاي الافكتر، احنا قلنا النايف تي سيل اللي هي الخلايا الغير الناضجه، غير ناضجه يعني بعدها ما متعرفه للانتيجين، ما مرتبطه ويا انتيجين، فنسميها خلايا غير ناضجه اللي هي نايف. راح تتحول الى نوعين من الخلايا اللي هي افكتر هيلبر سي دي 4 بوزيتيف تي سيل، وراح تتحول الى سايتوتوكسيك سي دي 8 بوزيتيف تي سيل. يعني سي دي 4 راح تتحول وسي دي 8. هذول شنو هذا السي دي 4 وسي دي 8؟ وعندنا بعد سي دي 2 سي دي 3. هذول فد ماركرات موجوده على الخلايا التائيه، ماركرات موجوده على الخلايا التائيه يرتبط من خلالها الانتيجين بالخلايا التائيه. فهنا هاي تصير افكتر. شو وقت تصير افكتر هاي سي دي 4 او سي دي 8؟ هاي من يعني تتحول من النايف الى هاي الافكتر، خلايا فعاله ناضجه عند التعرض للانتيجين حتى يرتبط معها الانتيجين، وبعدين تقوم مثلا بافراز سيتوكينات حتى يعني تقوم المناعه بعملها. فهنا عندنا هذول نوعين، هذول نوعين تابعات للخلايا التائيه، يعني هذول من اصناف الخلايا التائيه اللي تكون ماتشور يعني ناضجه او اكتف. هنا عندنا هاي شو تتحول، من يعني جاي تحولها؟ جايه هي من النايف راح تتحول الى الافكتر، يا اما تكون سي دي 4 يا اما تكون سيتوكسيك سي دي 8. فإذن الاثنيناتهم راح تكون فعالات يرتبطن مع الانتيجين عن طريق ماركرات او ريسبترات خاصه بهم. يعني دكتورة. نعم دكتورة، يعني هي هاي الخلايا الناجمين راح تتحول، يعني تحول النوعين من الخلايا الناضجة، لو مثلا مرة هذا ومرة هذا؟ لا، هي راح تتحول نوعين من الخلايا، تعطينا مره سي دي، واحده تي سيل بيها سي دي 4، واحده تي سيل بيها سي دي 8 اللي هي يعني نسميها السايتوتوكسيك. يعني بنفس الوقت. بنفس الوقت. تمام. طلاب بس احنا عندي فد موضوع هنا يقول لك الميكروبات الانتهازيه. شنو يعني ميكروبات انتهازيه؟ او ممرض انتهازي.
شو وقت يكون هذا الممرض انتهازي opportunistic مايكروب؟ هاي اكو فد حالات هذا الممرض طبعا يسبب امراض ويسبب اصابات. في حاله اذا صار ضرر بخلايا التي سيل، اذا صار ضرر، اذا صارت المناعه كومبرومايزد يعني ويك ضعيفه او بها نقص، الخلايا المناعيه عددها يكون غير كافي، يعني هي الجينات اللي راح تكونها اللي راح تصنع هاي البروتينات او هاي الخلايا راح يكون عددها غير كافي. مثلا قد يكون اكو عندي فد ميسنج بالمستقبلات، فقدان وحده من المستقبلات، او عدم افراز سيتوكينات تنشط الخلايا المناعيه. كل هذا راح يصير يعني هنا الانسان اميون ديفيشنسي، يعني راح يصير عنده نقص بالمناعه او فيلر بالاميون سيستم. فهنا راح يكون هنا راح ياخذ هنا عندنا الميكروب عمله. ليش؟ لان المناعه صار بيها مثلا نقص بالخلايا بالسيتوكينات، المستقبلات مثلا بيها فقدان ميسنج مثلا. فهنا من يصير فيلر بالاميون سيستم راح يكون هذا الميكروب انتهازي، راح تتطور الاصابه. هسه واضحه طلاب؟ رايتيها. يعني احنا بالحاله الطبيعيه هو النظام المناعي هو نظام دفاع، احنا متفقين عليه، بس شو وقت هذا الميكروب يستغل الوضع ويكون انتهازي ويسبب لي اصابات اكثر بحيث المريض ما يقدر يشفى، المناعه ما تشتغل. ليش؟ اكو حالات هنا بالانسان عنده نقص، يعني هي المناعه مالته تكون ويك، يعني كومبرومايز، الخلايا المناعيه يكون عددها غير كافي، يعني الجينات المناعيه اللي تولد هالخلايا المناعيه اللي تولد السيتوكينات ما راح تعطينا اعداد كافيه للجهاز المناعي. قد تكون بالخلايا المناعيه اكو مستقبلات بها ميسنج، يعني فقدان بوحده من المستقبلات، فبذلك ما راح يرتبط ويا هذا الانتيجين ويتخلص من عنده. او قد تكون السيتوكينات اللي راح تفرزها الخلايا المناعيه اللي تنشط الخلايا المناعيه همات بها مثلا نقص، عدم تنشيط مثلا. فهذا راح يكون هنا الجسم اميون ديفيشنسي، الجسم يعني يكون فشل بالنظام المناعي، فشل بالنظام المناعي بالسيتوكينات بالمكونات المناعيه بالخلايا المناعيه، الجينات بيها ما راح تعطيني خلايا مناعيه او سيتوكينات او مكونات مناعيه بصوره كافيه. فهذا الفشل اللي راح يصير بالنظام المناعي راح يساعد هذا الميكروب يكون انتهازي. هذا الميكروب راح يصير اوبورتونستيك ميكروب. ليش؟ لان مناعته نقول عليها ضعيفه. واضحه؟ نعم دكتور. يعني مو كل الحالات النظام المناعي هو راح يتغلب على الميكروب. وذكرت لكم مره بالعملي اذا تتذكرون على الكورونا، من سولفنا على الكورونا وعلى الكانسر، مو كل الحالات اكو يعني الناس راح تتقسم، يعني قد تكون مناعتها عاليه او قد تكون متوسطه مع العلاج يقدر يشفى ويطيب، او قد تكون نهائي يعني عندنا بتثبط المناعه. بسبب قلنا الجينات المناعيه اللي راح تفرز السيتوكينات او المكونات المناعيه او تصنيع الخلايا هم قد يكون بها نقص، ما تعطينا اعداد كافيه حتى يتغلب على هذا الميكروب. فبالتالي هذا الميكروب هو اللي يعني راح يستغل الموقف، وبالتالي راح يكون هو الاوبورتونستيك، يعني راح يكون انتهازي. تنشيط الخلايا التي سيل، activation of T cell، تنشيط الخلايا التائيه. عندنا الليمفوسايت بريكورسورز اللي هي سلائف الناشئه للخلايا اللمفاويه. هاي السلائف راح تتطور الى ماتشور بي سيل وتي سيل بالبون مارو. عندنا خلايا لمفاويه نسميها سلائف، راح تعطيني ماتشور بي سيل وتي سيل. وين؟ بالبون مارو. الخلايا البي سيل، خلايا البي سيل، خليني اراويكم الرسم او افضل. شوفوا طلاب، هاي احنا عندنا قلنا بروجينيتر مولدات الخلايا، راح تعطيني هنا عندنا خلايا بائيه بريكورسور اللي هي سلائف الخلايا البائيه يعني البدائيه، وهنا عندنا راح تعطيني كذلك التي سيل بريكورسور اللي هي سلائف الخلايا التائيه او بادئات الخلايا التائيه وبادئات الخلايا البائيه. هذني وين يكونن موجودات طلاب؟ هذني راح يكونن موجودات في البون مارو، هذني الخلايا اللمفاويه البي سيل والتي سيل السلائف تكون الموجودات بالبون مارو. البي سيل منشأها قلنا بالبون مارو، وراح كذلك التمايز مالتها من تتحول من نايف
الى ماتشور همات راح يكون وين؟ بالبون مارو. بينما عندنا الخلايا التائيه منشأها بالبون مارو، بس التمايز راح يكون بالثايموس. التمايز راح يكون بالثايموس. واضحه طلاب؟ المنشأ هو بالبون مارو، بس اذا بقى بالبون مارو هذا خلايا بائيه، اذا لا انتقل للثايموس هاي خلايا تائيه. الثايموس هي طبعا غده تكون موجوده بالجزء الامامي الاعلى من الصدر، كانما يعني بين الرئتين تكون موجوده موقعها. هي من الاعضاء اللمفاويه الاوليه بالجهاز المناعي. هاي تساعد بتمايز الخلايا التائيه. هسه طلاب حتى ما تدوخون، الخلايا البائيه المنشأ والتمايز راح يكون بالبون مارو، بينما الخلايا التائيه المنشأ بالبون مارو. شوف هاي الخليه النشأ من عندها هاي الحمراء، المنشأ بالبون مارو، بس التمايز وين راح يكون؟ راح يكون بالثايموس. هسه واضحه؟ واضح دكتور. نعم دكتورة واضح. فهنا عندنا طلاب، هاي عندنا البون مارو اللي هي الخلايا الاوليه المناعه، يعني نسميها الاعضاء اللمفاويه الاوليه. بون مارو والثايموس اعضاء لمفاويه اوليه. هنا الخلايا راح تكون نايف. نايف يعني شنو نايف طلاب؟ يعني نايف خامله، قلنا يعني غير ناضجه ما تعمل، بس هي شنو تركيبها كامل، بيها ريسبترات وبيها ماركرات. شوفوا ذني مثلا الخلايا بيها ريسبترات. هسه شوفوا ذني الاوليه بدون ريسبترات، بس هيك دائره بدون ريسبترات ولا فد ماركرات. راح تتحول الى نايف، ماتشور نايف بيها ريسبترات، بس شنو بعدها ما متعرفه على الانتيجين. يعني كوظيفه هي خامله، بس كتركيب كامل. هاي النايف ماتشور نايف كتركيب كامل، بيها هاي ريسبترات عليها، على هاي الدائره فوق السطح مالتها ريسبترات، فوق سطح الخليه اكو ريسبترات كتركيب كامل. بس شنو ناقصها؟ فقط تتعرض هنا عندنا، او يتعرف الجسم يتعرض للانتيجين. هي راح تتعرف على هذا الانتيجين، راح تتحول من ماتشور نايف راح تتحول الى هنا عندنا اكتف، فعاله. هاي وين راح تروح هسه؟ هسه هي هاي النايف طلعت من الخلايا الاوليه، طلعت من هاي الانسجه او الاعضاء اللمفاويه الاوليه، راح تروح للسكندري لمفويد تشو، للاعضاء اللمفاويه الثانويه. راح تروح للاعضاء اللمفاويه الثانويه، مثل عندنا التونسل، سبلين، ثايرويد، بريست، اللام، السلايفر جلاند، الليمف نود، العقد اللمفاويه. فهنا راح تكون هنا تظل باقيه. بعدين راح تتحول، ايش وقت تتحول اكتف وتقوم بوظيفتها؟ من تتعرف على الانتيجين، من يدخل فد ميكروب معين للجسم راح تبدا تقوم بوظيفتها. راح يصير هنا عندنا ارتباط انتر رياكشن بين الانتي بودي وعندنا او الخلايا وما بين الانتيجين. بين هاي الخلايا البائيه راح تتحول بعدين الى خلايا بلازما تكون لي انتي بودي. هاي خلايا التي سيل همات راح ترتبط وتقوم بتنشيط. كذلك عندنا الخلايا البلعميه تنشط لي مرات المتمم. فهنا عندها راح شو وقت تقوم بهاي العمليات؟ من يتعرض الجسم الى الانتيجين. يعني هي بالبدايه عندنا منشأها هو البون مارو، راح يعطيني بي سيل وتي سيل، بريكورسر بي سيل، وهنا عندنا بريكورسر اللي هو التي سيل، هذن سلائف. بعدها راح يتحول الى ماتشور نايف بي سيل وماتشور نايف سي دي 4 تي سيل وسي دي 8 تي سيل. هذا وين راح يكون المنشأ والتمايز؟ قلنا يبقى بالبون مارو بي سيل. هذا هو نشأ بالبون مارو التي سيل، بس وين راح يروح يتمايز؟ يتحول الى ذن الخليتين السي دي 4 والسي دي 8. راح يكون هذا التحول مالته والتمايز راح يكون بالثايموس. بعدها ما راح يبقى بهاي الاعضاء الاوليه، راح ينتقل للاعضاء الثانويه، الخلايا اللمفاويه الثانويه. يبقى هنا شو وقت بعدين يقوم يعني بعمله؟ هذا هو هسه بس تركيب كامل، بس كوظيفه لا، بعده ما مشتغل وظيفته. شو وقت هنا يعمل بوظيفته؟ من يتعرض الجسم الى انتيجين معين، يبقى يعني راح يرتبط هنا عن طريق ذن الريسبترات ويا الخلايا ويقوم بعمله. هسه واضحه طلاب لو اعيده؟ اكو شيء ما واضح؟ يعني دكتورة هنا ما راح يتعرض للانتيجين. هذا البي سيل، هذا البي سيل ايش راح يصير مثلا بيه؟ راح يتعرض للانتيجين. البي سيل هسه راح ناخذها، راح يتحول الى بلازما سيل. البلازما سيل راح تصنع الانتي بودي.
هسه واضحة؟ عندي ما فهمت. طلاب أنا إيش عندي الأعضاء اللمفاوية الأولية؟ عندنا البون مارو نخاع العظم، وعندي الثايموس. الثايموس هي غدة قلت لكم موجودة كأنما موقعها راح يكون أمام الصدر يعني بين الرئتين. الغدة هي من الأعضاء اللمفاوية الأولية. منشأ هاي الخلايا البي سيل والتي سيل منين راح يكون منشأها؟ من البون مارو، عن طريق هاي مولدات الخلايا اللمفاوية. راح تتحول عندنا نوعين، تتحول لي بي سيل بريكورسر سلائف، وهنا عندنا راح تتحول عندنا التي سيل بريكورسر همات هاي سلائف التي سيل. زين، هاي البي سيل راح تتحول الى ماتشور نايف بي سيل. ماتشور نايف يعني شنو ماتشور نايف؟ يعني هي خامله كوظيفه بس كتركيب كامل، عندها ريسبترات بس كوظيفه خامله. ليش خامله؟ لان بعدها ما متعرفه على الانتيبودي، على الانتيجين، ما متعرفه على مستضد، ما متعرفه على مايكروب. هاي خلايا البائيه قلنا احنا منشأها هي بالبون مارو، وتمايزها يعني تمايز يعني تحولت من البريكورسر الى النايف. هذا التمايز وين راح يكون؟ كذلك همات بالبون مارو. زين، خلينا نجي ننتقل للتي سيل. التي سيل منشأها بالبون مارو ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى سي دي 4 تي سيل وسي دي 8 تي سيل. هذا وين راح يكون هذا التمايز او هذا التحول؟ راح يكون بالثايموس. بالثايموس. فهنا عندنا البي يعني يرمز للبون، لهذا الحرف الاول من البي، وهنا عندنا التي ترمز الى الثايموس، الحرف الاول اللي هو التي. فهاي سميناها الخلايا البي البائيه والتائيه. زين، هذين الخلايا راح ينتقلن من هذه الاعضاء اللمفاويه الاوليه راح يرحن الى الاعضاء اللمفاويه الثانويه، يتوزعن. تروح مثلا عندنا للليمف نود، للتونسيلرز، عندنا السبلين، للثايرويد، للبريست، لللانج، سلايفر جلاند، جاسترو انتستينال تراكت. هاي راح تروح. شو وقت تقوم بعملها؟ هاي كتركيبه كامله هي بيها يعني كلها ماركرات وبيها هنا عندنا ريسبترات. شو وقت تقوم هاي الخلايا بعملها؟ من يتعرض الجسم انتيجين معين راح تبدا ترتبط. خلايا البائيه بعد عندها تمايز اخير اللي هي راح تتحول الى البلازما سيل، حتى يصنع لي البلازما سيل من خلاله راح يصنع الانتيبودي. هنا عندنا السي دي 4 وهنا عندنا السي دي 8. سي دي 4 كذلك راح تعطينا سي دي 4، سي دي 8 يعطينا سي دي 8، وكذلك مرات في حالات هم يعطينا سي دي 4. اكو حالات مرضيه يمر بها الانسان السي دي 8 يتحول الى سي دي 4. حالات مرضيه مثلا عندنا من يصير فقدان بالسي دي 4، فقدان بالسي دي 4، استنفاذ نسميه استنفاذ بهذا السي دي 4 عن طريق فد عدوى فيروسيه او تعرض الى اشعاع او صار ميوتيشن مثلا بالخلايا وما كون له هذا السي دي 4، طفرات صارت. فهاي شلون يصير هذا التعويض؟ شلون يصير هذا التعويض؟ عن طريق تمايز السي دي 8 الى سي دي 4. هاي نوع من الاميون بالانس يعني التوازن المناعي، نوع من التوازن المناعي. هسه واضحه طلاب؟ اعيدها؟ واضحة دكتورة. هسه هنا كان هن بالاعضاء اللمفاويه الاوليه راح ينتقل للاعضاء اللمفاويه الثانويه كاملات من حيث التركيب، من حيث الوظيفه كامل لا ما كاملات. شو وقت يكسرن كاملات من حيث الوظيفه؟ من يصير عندي انتر رياكشن، من يتعرض الجسم الانتيجين، من يصير ارتباط ما بين هاي الخلايا وما بين الانتيجين، يلا اقدر اقول صار هنا عندي كامل. هذا من الخلايا اللمفاويه كامله من حيث الوظيفه، بس هسه هن كاملات اخر شيء من حيث التركيب، بيها ماركرات وبيها هنا ريسبترات تنتظر حتى ترتبط معه. يعني دكتورة تجي هذا نهاية هذا 8 تحول إلى سي دي 4. ال8 شو وقت تتحول سي دي 4؟ مرات السي دي 4 يصير به استنفاذ يعني ما قليل العدد، عدده يكون قليل. الفعل مثلا قلنا عدوى فيروسيه او تعرض الى اشعاع او صارت طفرات معينه بالخلايا، فهذا يكون عدده قليل، عدده قليل. يعني من المنشأ ماكو، من الماتشور نايف ما راح يعطيني ماتشور اكتف يعني سي دي 4 تي سيل. فبالتالي هذا راح يعوض النقص، السي دي 8 راح يعوض النقص حتى يصير في التوازن المناعي اميون بالانس. هاي حالات يعني شلون يعني تعويضيه، تصير تعويضيه يعني ما يصير فقط عندنا يعني آلية دفاعية هاي يسمونها.
اي يعني شلون حتى يصير يعني توازن مناعي بالخلايا المناعيه باعدادها بالمكونات المناعيه. فبالتالي هاي يعني ما يصير احنا الجسم يحتوي فقط CD8، لا لازم يحتوي CD4. اكو حالات مستضدات او انتيجينات ترتبط فقط ويا CD4، فنوع من التوازن المناعي. يعني دكتور يعني ما نستفاد من عنده إذا كان CD8، نستفاد من عنده فقط إذا كان CD4. نعم. يعني دكتور احنا لما نحول إلى CD من CD4 هذا نائيت إلى CD4 يلا احنا نستفاد من عنده. اي بالضبط. بس هو احنا همات بالجسم موجود CD8، موجود CD8 سناخذها ان شاء الله بالفيروسات دائما هنا راح يكون CD8 هو اللي يشتغل. بس بالبكتيريا عندها CD4 هو اللي يشتغل. مو فقط بكتيريا، عادي حتى مثلا طفيليات فطريات عادي. او مرات يستفاد من عده الجسم تنشيط خلايا الانيت همات من خلال الCD تي سيل، همات يحتوي على سيتوكينات معينه تنشط الماكروفيج. تمام. في حالات حساسيه همات يقوم بتنشيط، يحتوي على سيتوكينات يقوم بالتنشيط فالجسم يحتاجه. من يصير استنفاذ به لا راح يقوم هذا CD8 هو اللي يعوض، يحول لي الى CD4، يحول لي CD4. حتى هذا انا شنو دا اشرح لكم اياه، انتم ما مطالبين به بس حتى تشوفون، خلوا تشوفون بالرسم هاي CD8 ليش تحولت الى CD4 فقط هذا السهم، حتى ابين لكم اكو فد عدوى مرات تصير فيروسيه او الجسم يتعرض الى اشعاع، هاي CD4 راح تستنفذ، يعني راح تقل عددها تكون ما موجوده او غير نشطه. فبالتالي راح يصير هنا عندي فد اميون بالانس CD8 تتحول الى CD4 حتى تعوض النقص. قلنا بنرجع هذا السلايد السابع. عندنا هنا مصطلح نسميه كلونات. هذول شنو معناتهن؟ هذول الكلونات يعني معناتها هنا عندي الخلايا اللمفاويه اللي احنا حكينا بيها، الخلايا اللي هي اللي يصير بها تنوع، يعني راح تنتج لي اعداد هائله متنوعه من الخلايا المناعيه التكيفيه. هاي الاعداد الهائله نسميه يعني كلونز، يعني نسميها استنساخ، يعني اعداد هائله من الخلايا المناعيه التكيفيه. كل كلون راح يمتلك فد يونيك سبيسيفيك انتيجين ريسبتور، يعني راح يمتلك ريسبترات للانتيجينات يرتبط بها تكون متخصصه وفريده. يعني مثلا راح يمتلك فد ريسبترات للبي سيل، ريسبترات للتي سيل، راح يمتلك هاي الريسبترات. هسه واضحه؟ يعني الخلايا المناعيه راح تعطيني كانما نسخ عديده من الخلايا البائيه والتائيه، كل وحده بيها ريسبترات متخصصه وتكون فريده. هذا يعني معناته الكلونز. هسه واضح طلاب؟ والله دكتورة ايدي. شوفوا طلاب، احنا مو هسه حكينا عن المنشأ، احنا مو قلنا هسه هذا المنشأ راح يعطينا هذين السلائف البي سيل والتي سيل، راح يعطينا كلونز يعني اعداد هائله من البي سيل، وراح يعطينا كلونز اعداد هائله من التي سيل. كل وحده من ذن الخلايا لها فد سبيسيفيك ويونيك ريسبتر للانتيجين، يعني ما راح ينتج لي فقط نسخه واحده، راح يعطيني كلونز نسخ. هسه واضحه؟ يعني دكتور هنا الخلايا الجذعية قلنا اللي موجودة هي راح تعطينا عدد كبير من الخلايا تعطينا اعداد كبيره هائله من الخلايا البائيه ومن الخلايا التائيه. تمام. هسه واضحه طلاب؟ نعم دكتور. هسه ايش عندنا هنا؟ عندنا الادابتيف اميونيتي. الادابتيف احنا هسه اخذنا ذاك حكينا على التي سيل، هسه راح نحكي هنا عن الهيومرال اللي هي المتمثله بانتاج الانتي بودي. الهيومرال الخلطيه اللي هي متمثله بانتاج الانتي بودي. الانتي بودي من راح ينتج؟ قلنا من الخلايا البائيه تتحول الى البلازما سيل، راح يعطينا انتي بودي. فهاي نسميها المناعه، نسميها الهيومرال ادابتيف اميونيتي الخلطيه، المناعه الخلطيه. هاي الخلايا البائيه اللي هي راح تكون بعدها من تتحول الى البلازما سيل وتكون انتي بودي، فهاي الخلايا البائيه لها وظيفتين مهمات. اذن وظيفتين مهمات، الوظيفه الاولى راح هاي الخلايا البائيه مثل ما قلت لكم راح تتمايز الى البلازما سيل، البلازما سيل راح ينتج هذا الانتي بودي.
النقطة الثانية، الخلايا البائية راح تتمايز إلى خلايا ذاكرة. تتمايز إلى خلايا ذاكرة، يعني عندنا هسه الخلايا البائية راح يصير عندها تمايزين. تمايز إلى خلايا بلازما سيل حتى يكون أنتي بودي، وكذلك راح تتمايز حتى تكون لي خلايا ميموري، خلايا ذاكرة طويلة الأمد. هاي شو نستفاد من عندنا؟ راح من التعرض نفس الأنتيجين راح تصير استجابة أسرع بتكوين الأنتي بودي. استجابة تكون أسرع إذا تعرض لنفس الأنتيجين، راح تكون استجابة أسرع من التعرض الأولي. فهنا الأنتي بودي راح يرتبط مع الأنتيجين أو مع التوكسينات، زين، وراح يمنع التصاقه بالتارجت. هاي وظيفة الأنتي بودي مهمة. وظيفة الأنتي بودي راح يرتبط مع الأنتيجين ومع التوكسين معين اللي يفرزه هذا الميكروب أو الأنتيجين اللي راح يدخل الجسم، حتى يمنع التصاقه بالتارجت، يمنع التصاقه بخلايا الجسم. واضحة؟ نعم دكتورة. تمايزين، تمايز للبلازما سيل حتى يكون انتي بودي، وراح يكون تمايز الى ميموري سيل، تمايز الى الميموري سيل. وظيفة هذا الانتي بودي شنو وظيفته؟ وظيفته راح يرتبط مع الانتيجين ومع التوكسينات حتى يمنع التصاقه بالتارجت. اكو سؤال؟ طلاب الانتي بودي نفسها نسميها الاميونوجلوبيولين. اميونوجلوبيولين نفس الاسم، الانتي بودي ونفس الاميونوجلوبيولين، هو نفسه الاي جي جي والاي جي ام. عندنا 5 اصناف من عده اللي هي الاي جي جي، اي جي ام، اي جي دي، اي جي اي، اي جي اي. فهذني شنو معناتهن؟ هذني اميونوجلوبيولينات وهن نفسهن انتي بودي، نفسهن اللي راح يرتبطن ويا سبيسيفيك انتيجين. الهن يعني تسميتين، اما نسميهن انتي بودي او التسميه الادق اسمي كل وحده باسمها، اي جي جي، اي جي ام، اي جي دي، اي جي اي، اي جي اي. واضح طلاب؟ هاي الاي جي جي الوحيده اللي راح تعبر خلال البلازنتا، خلال المشيمه من الام للجنين. وحيده من ذن الانتي بودي اللي راح تعبر من خلال البلازنتا من الام للجنين، لها دور بالاستجابه المناعيه طبعا للطفل. بينما باقي الانواع، بقيه الانواع ما راح تعبر خلال البلازنتا، ما تعبر، فقط الاي جي جي هي اللي راح تعبر من الام تنتقل الى الجنين. الاي جي اي، هاي الاي جي اي راح تكون موجوده بالبريست ميلك، حليب الام. هنا الجنين اخذ اي جي جي، انتقلت من خلال المشيمه، واخذ هنا عن طريق الحليب اخذ الاي جي اي. فهاي المناعه اللي مرات نقول احنا راح الام تكسب مناعه للطفل اللي هي اي جي جي واي جي اي، لاني انتي بودي. فهاي المناعه طبعا راح تعطينا يعني مناعه للوليد قد تصل 18 شهر بعد الولاده، تستمر 18 شهر بعد الولاده، يعني 1.5 سنة تقريبا تبقى عنده مناعه بسبب ذن الانتي بودي. راح نشوف هسه كل وحده والوصف مالتها ذن الانتي بودي. عندنا الاي جي جي نسبتها راح تكون من 70 الى 75% بالدم، نسبه عاليه بالدم. اعلى نسبه تواجد اعتمادا على الوزن الجزيئي طبعا هاي الاي جي جي، وبيها اصناف اي جي جي 1 2 3 4، بيها بعد سب كلاسز اللي هي 1 و2 و3 و4. من مواصفاتها المهمه هذا راح يعبر من خلال قلنا البلازنتا للفيتس، وراح تحفز عمليه الابسنه، تحفز عمليه الابسنه. شنو معنات الابسنه طلاب؟ دكتورة معناها المناعة راح تنتقل المناعة الذاتية والمناعة المكتسبة التكيفية. من راح يقوم بها؟ راح يقوم بها الماكروفيج. ماكروفيج والانتي بودي وانتي بودي. بالضبط، راح يقوم بعملية بلعمة بمساعدة انتي بودي. يا انتي بودي من عندهن هو الاي جي جي. الاي جي جي فهسه الاي جي جي عنده شغلتين مهمات. اول شيء هو نسبته عالية بالدم لان وزن حسب الوزن الجزيئي. الشغلة الثانية راح يعبر من خلال البلازنتا للفيتس،
الشغلة الثالثة راح يحفز عملية الأبسنة، يحفز عملية الأبسنة اللي تقوم بها الماكروفيج. وبيه هنا عندنا 4 أنواع. هذا الاي جي جي. واضحة طلاب؟ عيدين بالطوخ مسويت لكم اياها بالطوخ ان ذني الشغلات المهمة التابعات للاي جي جي. دكتورة بس الاي جي نعم بس الاي جي جي مميزات عيدين. مميزاته اول شيء هو وزنه، يعني وزنه الجزيئي عالي، فراح يكون نسبته بالدم من 70 الى 75. يتكون من 4 اصناف. هاي شوفوا المؤشر ده اشر لكم عليه. راح يساهم بعملية او يعزز عملية الابسنة اللي راح تقوم بها الماكروفيج، وكذلك راح يعبر من خلال البلازنتا للفيتس. اذن شويه لونهم طوخ شوفوهن، ذن هن المهمات بهذا الاي جي جي. عندنا النوع الثاني اللي هو الاي جي ام. الاي جي ام بس انا احكي طلاب طبعا ذني انتي بودي، احنا مثل ما اتفقنا ذني انتي بودي نسميهن اي جي جي اي جي ام. هذني انتي بودي اميونوجلوبولينات. ذني الاي جي ام طبعا هذا راح يكون اكبر الاجسام المضاده، اكبر هذاك من حيث النسبه اكثر، هذا من حيث الحجم اكبر. الاي جي ام اكبر الاجسام المضاده. اول جسم مضاد راح يصنع عند التعرض للانتيجين. يعني الجسم من يتعرض للانتيجين اول ما يشوفون شيء يقيسون الاي جي ام، مثل ما صارت مثل ما تعرفون بالكورونا راح نشوف هنا عندنا اول ما يقيسون راح يشوفون الاي جي ام ويشوفون الاي جي جي بعدين. هذا راح يبقى بعدين فتره طويله، بس اول انتي بودي يصنع هو الاي جي ام. اي جي ام راح يصنع عند التعرض للانتيجين. نسبته راح تكون بالدم 5%. نسبته 5%. راح يكون بنتاميريك. يعني شنو بنتاميريك فورم؟ يعني شكله راح يكون شكل خماسي. بس راح نراوي لكم اياه. هذا بنتاميريك، هذا الاي جي ام شكله خماسي، يعني كانما عندي 5 انتي بودي مرتبطات مع بعض عن طريق اواصر، فهذا شكله راح يكون شكله خماسي كانما يتكون من 5 انواع من الانتي بودي من نفس الاي جي ام. هو احنا عندنا هذا الانتي بودي الشكل الطبيعي شكل حرف الواي، وهذا اللي موقع الربط به. هذا دايمرك نسميه، يعني ثنائي. هذا راح نلقاه بالاي جي اي. الاي جي اي راح يكون كانما عندنا 2 مرتبطات باواصر، هاي واحد منا وهاي واحد منا. البنتاميريك الخماسي اللي هو راح يكون نلقاه بالاي جي ام. بالاي جي ام هذا الخماسي. هسه واضحه طلاب هنا الاشكال. الاي جي هذا المونوميريك يعني الاحادي هو وحده هيك، هذا راح يكون موجود بالاي جي دي والاي جي اي والاي جي جي. الاي جي اي راح يكون شكله ثنائي دايمريك. الاي جي ام راح يكون شكله خماسي. هسه راح نعيد. الاي جي ام قلنا اكبر الاجسام المضاده، اول جسم هنا راح طبعا يتكون يصنع عند التعرض للانتيجين، نسبته راح تكون 5 وراح يكون شكله بنتاميريك، يعني شكله خماسي بنتاميريك. هذا طبعا احنا قلنا راح نعم ترى بس نعم. هو مو اكبر الاجسام المضاده، ليش النسبه مالته 5؟ يعني قد تكون اكثر حسب الوزن الجزيئي. الوزن قلت لكم هذا اكثر لان وزنه الجزيئي. هذا الاي جي جي اكثر نسبته بالدم، اكثر النسب، وزنه الجزيئي راح يكون اكثر منتشر. هذا اكبر. ليش اكبر؟ لان راح يتكون، لان راح يكون شكله بنتاميريك اكبر. شوفوا بس نسبته ايش قد تكون موجوده؟ 5%. 5. اي شكرا جزيلا دكتوره. عفوا.
هسه هنا قلنا احنا ذني شو راح يرتبطن اذا كانت يعني ثنائي دايمرك او هذا الخماسي البنتامرك عن طريق قلنا اواسط ثنائي الكبريتيد. الاي جي ام راح يصنع من خلال الخلايا البائيه، هاي احنا متفقين عليها. الانتي بودي منو يصنع؟ خلايا البائيه تتحول تتمايز الى خلايا البلازما سيل حتى تكون لي الانتي بودي اللي هن ذني الاصناف الخمسه، اي جي جي والاي جي ام والاي والدي والاي. وين راح يكون هذا موجود الاي جي ام؟ الاي جي ام وين راح يكون موجود؟ راح يكون موجود على سطح الخلايا البائيه، كانما يعتبر كمستقبل للانتيجينات، كريسبتر للانتيجين. الاي جي ام راح يكون موجود على سطح الخلايا البائيه كمستقبل للانتيجينات. هذا الاي جي ام راح يحتوي على 10 من البايندينج سايت، مواقع الربط، 10 من مواقع الربط. احنا قلنا كل انتي بودي، شوفوا طلاب، كل انتي بودي او كل هذا الاميونوجلوبيونين يحتوي على موقع الربط. هذا الاي جي اي راح يحتوي على 4 مواقع ربط للانتيجين. هذا الاي جي ام هسه بدنا نحكي به، قلنا مو 5 اشكال بنتامرك، فراح يحتوي على 10 مواقع ربط. لان احنا قلنا كل انتي بودي يحتوي على 2، إن 5، فصار هنا عندنا 10 من مواقع الربط. فلذلك راح تكون قوة ربطه للأنتيجين تكون عالية. ليش؟ لأن يحتوي على 10 مواقع ربط، وبشكله راح يكون بنتامرك خماسي. أعيده؟ نعم دكتورة عيدي بلا زحمة. شوفوا طلاب، هسه هذا مثلا عندنا الأنتي بودي العادي اللي هو الاي جي دي والاي جي اي والاي جي جي، كم موقع ربط به؟ 2. هذا 1 وهذا 1. الاي جي اي كم موقع ربط به هذا الانتي بودي؟ 4. زين. هذا الاي جي ام اللي هو بنتامرك الخماسي 10. هذين 2 وهذين 2 وهذين 2 وهذين 2 وهذين 2، ايش قد صارت؟ كلهن 10. فبالتالي راح نسميه هاي افيتيتي، يعني قوة الربط راح تكون عالية للانتيجين، قوة ربطه بالانتيجين عالية. ليش؟ لأن يحتوي على 10 مواقع ربط اعتمادا على شكله الخماسي. واضحة؟ واضحة دكتورة، شكرا جزيلا. عفوا. الاي جي اي شنو قلنا شكله؟ دايمرك. هذا الاي جي اي شكله ثنائي. هذا الاي جي اي نسبته راح تكون من 10 إلى 15 نسبته، اعتمادا قلنا حسب مو الحجم، حسب الوزن الجزيئي، فهذا راح يكون نسبته 10 إلى 15. يكون موجود بالسيرم، يكون موجود بأني سكريشن، طبعا نازل ميوكاس، سلايفا، بريست ميلك، انتستينال فلويد، راح يكون شكو سوائل جسميه يكون موجود بها هذا الاي جي اي. ويتكون قلنا من نوعين، من سب كلاسين اللي هي الاي جي اي 1 والاي جي اي 2. زين دكتورة، يعني هذا انتي بودي يعني كلها مصنعة ومحضرة قبل مثلا لا يدخل انتيجين للجسم، قبل لا يدخل انتيجين اللي هن بعد ما يدخل انتيجين مصنعة. هاي الفكرة اللي قلت لكم الادابتيف هي استجابتها بطيئة. ليش بطيئة؟ لأن مو تعرض الجسم للانتيجين، رأسا راح تبدي هاي من المنشأ راح يبدي يكون. مثلا دخل الجسم هنا عندنا فد انتيجين معين، بهاي الفترة خلال 5 أيام إلى 10 أيام أو أسبوع راح يبدي هاي الخلايا الأولية راح تبدي تكون. صنع لنا انتيجين، هذا انتي بودي. انتي بودي تكون يعني وحسب مكان الإصابة، مثلا هسه مثلا عندش انتيجينات اللي موجودة، حسب مكان الإصابة راح يروح يتوزع. تمام. فهاي احنا قلنا استجابته بطيئة. ليش؟ لأن بين ما يتكون من المنشأ. بس احنا عندنا وين وصلنا؟ اي جي اي. الاي جي اي قلنا نسبته من 10 إلى 15، يكون موجود بالسيرم، زين، بالنازل ميوكس، بالسلايفا، بالبريست ميلك، راح يكون موجود بالانتستينال فلويد. فاني سكريشن وين شو يكون؟ ايش راح نلقى؟ يا ضد راح نلقى الانتي بودي هذا الاي جي اي، ويكون دايمرك. ليش؟ لا راح يتكون من 2 سب كلاس اللي هي الاي جي اي
1 واي جي اي 2 هذني. فهذا كم قوة ربطه؟ كم قوة ربط عنده بالانتيجين؟ 4. الاي جي اي هذا راح يكون طبعا اقل انتشارا، اقل انتشار. تركيزه راح يكون اقل ب 10,000 من الاي جي جي. تركيزه اقل ب 10,000 من الاي جي جي، يعني الاي جي جي اكثر. لكن وين يكون هذا؟ شو وقت يتواجد؟ شو وقت يتواجد هذا؟ وشو وقت يتكون؟ يتكون بحالات الحساسيه وامراض الطفيليات. شكو امراض طفيليات او حساسيه معناتها تكون عندي انتي بودي اللي هو الاي جي اي. هسه واضحه طلاب؟ حالات الحساسيه راح ناخذها ان شاء الله بالمحاضره الاخيره. حالات الحساسيه، وهنا عندنا الباراسايت اللي هي الطفيليات، معناتها اذا تعرض لها اثنان الجسم للحساسيه او هاي الباراسايت راح يتكون الاي جي اي. الاي جي اي طبعا راح يرتبط ويا من راح يرتبط؟ راح يرتبط ويا الماست سيل الموجوده هاي وين بالانيت. راح يرتبط هاي همات الماست سيل عندي بحالة الحساسية راح تنتشر، راح تكثر، وهذا بالانيت، وهذا راح يجيها من الادابتيف اي جي اي. فبحالات الحساسية ايش راح يكون موجود عندي؟ من الانيت ماست سيل ومن الادابتيف اي جي اي راح يتحدن يرتبطن هاي الخلايا البدينة ويا هذا الضد مع هذا الانتي بودي، راح يرتبطن عن طريق ريسبترات. بعد ذلك راح ينشطن منو عندي؟ راح ينشطن الايوسينوفيل، الخلايا الحامضيه. يعني هسه كم عنصر صار عندي بحاله الحساسيه؟ عندي صار تنشط الماست سيل ارتبط ويا الاي جي اي، وكذلك هذين اثنيناتهم اذا يتحدن ويرتبطن راح ينشطن الايوسينوفيل. هاي الخلايا الحامضيه هي همات من الانيت، همات راح تتنشط بحالات الحساسيه حتى يروحون وين ذول كلهم؟ لموقع الاصابه ويدمرون هذا الباثوجين المسبب للمرض. هسه واضحه طلاب؟ حالات الحساسيه من راح يكثر؟ من راح نشوف؟ راح نشوف الاي جي اي من الادابتيف يصنع، ومن الانيت من راح يكون موجود؟ راح يكون موجود المات سيل وعندنا الايوسينوفيل. هسه واضحه؟ نعم دكتورة واضحة. يعني دكتورة هنا يعني مين يرتبطن هذا الاي جي اي ولا ماستر راح ينشطن يسوون تنشيط بالايزو هذا بالايزو الايوسينوفيل حتى يروح لموقع الاصابه. الاي جي دي الاخير النوع الخامس من الانتي بودي هذا راح يعتبر كمستقبل للانتيجين على همات على سطح الخلايا البائيه. هسه ايش موجود على سطح الخلايا البائيه؟ موجود الاي جي ام قبل شوي ذكرناه، وموجود هذا الاي جي دي. وظيفته لحد الان ما واضحه، فقط يعتبروه كمستقبل لسطح الخلايا البائيه، كمستقبل سطح الخلايا البائيه، كوظيفه ما واضح. هذا الاي جي دي هذا ما واضح الوظيفه، هذا اقل انتشار، بس راح ينتشر ويكثر بحالات الحساسيه والباراسايت اللي هي الطفيليات، يرتبط مع الماست سيل هذا الاي جي اي حتى ينشط الايوسينوفيل. هذا الاي جي اي. شو اخذنا بعد؟ الاي جي اي. الاي جي اي قلنا به نوعين، وراح يكون موجود باني سكريشن. هذين السكريشن الموجودات انا كاتبت لكم اياهن، هذين راح يكون موجود بهن شنو؟ الاي جي اي. الاي جي ام قلنا همات راح يكون موجود على سطح الخلايا البائيه نسبته 5%، شكله راح يكون بنتامريك، شكله راح يكون بنتامريك. الاي جي جي الاول هذا الاي جي جي ب4 اصناف، 4 نسبته عاليه بالدم 70 الى 75، وهذا راح ينشط الابسنه وراح يعبر من خلال البلازنتا. طلاب واضحه هذين الانتي بودي؟ اعيدهن؟ لا دكتورة نعم هاي اعيدهن؟ لا دكتورة واضحة. ان شاء الله.
هسه هذا عندنا هنا هذا الاشكال، وهاي همات عندكم رسم ثاني. هذا اي جي جي، هذا اي جي اي، دايمرك يعني بنوعه يعني صنفين مرتبطات، نسميه سكرتوري اي جي اي، يعني افرازه وشكو افرازات هو راح يكون موجود بيها، شكو سوائل جسميه راح يكون موجود بيها هذا الانتي بودي. الاي جي دي اللي قلنا اقل وضوح، عمله غير واضح. الاي جي اي راح يكثر بحالات الحساسيه، وهذا الحجم الكبير اللي هو الاي جي ام، صح حجمه كبير بس نسبته اقل بالدم 5% فقط، بس شنو قوه ربطه عاليه. ليش؟ لان راح يحتوي على 10 مواقع ربط، هذا الاي جي ام. نشوف هنا طلاب عندنا الاكشن للانتي بودي. اول عمل للانتي بودي هو النيوتراليزيشن. تذكروا بالعملي نيوتراليزيشن مهم، هذا النيوتراليزيشن مهم. اول عمل للانتي بودي هو النيوتراليزيشن. النيوتراليزيشن راح يرتبط مع الانتيجين حتى يثبط عمله، يثبط عمل الانتيجين عن طريق هذا النيوتراليزيشن، حتى ما يخليه يرتبط بالتارجت سيل، يمنع ارتباطه بالتارجت سيل، يمنع الاصابه عن طريق عمليه النيوتراليزيشن. العمل الثاني للانتي بودي ايش راح يقوم؟ راح ينشط عندي قلنا الكومبلمنت سيستم، راح ينشط نظام المتمم. واذا تنشط نظام المتمم ايش راح يسوي؟ راح يسوي لي لايسز بالسيل ويل اوف باثوجين او بورز. زين؟ فهذا تنشط المتمم، عندنا قلنا بثلاث مسارات، حتى التالي المسار يعني الاخر شيء الحصيله النهائيه راح يسوي لي لايسز، يسوي لي فد لايسز هنا عندنا بالباثوجين بالسيل ويل اوف باثوجين. الوظيفه الثالثه للانتي بودي تسهيل عمليه البلعمه. شلون يعني سهل عمليه البلعمه؟ عن طريق الابسنه اللي هسه ذكرناها، اللي راح تقوم بها الماكروفاج والدنترايتك سيل. هنا يا انتي بودي اللي راح ينشط عمليه الابسنه او البلعمه، الاي جي هو الاي جي جي. هذا السلايد الاخير. هنا احنا ذكرناها، قلنا البي سيل راح تتمايز الى خلايا البلازما سيل، وبالتالي حتى يفرز لي عندي انتي بودي او يفرز لي فد ميموري سيل، يفرز فد ميموري سيل. هنا عندنا البلازما سيل، يعني معناته راح يكون لي انتي بودي وراح يكون لي فد ميموري سيل يبقى فد سنوات بالجسم. هذا الميموري سيل راح يبقى فد سنوات بالجسم. النظام المناعي هنا راح يتذكر اذا تعرض الجسم لنفس الانتيجين، راح يتذكره بصوره اسرع ويهاجمه. نسبه الخلايا البائيه بالجسم هي 30% من مجموع الخلايا اللمفاويه، نسبتها 30%. عمرها راح يكون من ايام الى اسابيع داخل الغدد اللمفاويه. واضحه طلاب؟ ما بيها شيء محاضرتكم اليوم، كلش يعني سهله. اي نعم دكتورة، سهلة كلش. واضحه؟ اعيدها؟ لا واضحة، شكرا جزيلا يا دكتورة. العفو. قرأتوا المحاضره الاولى؟ اي دكتورة.